هذا العالم لا أحد يعرف حجم الألم الذي يسكن القلوب. كل ابتسامة تخفي وراءها حكاية، وكل نظرة هادئة تحمل صراعا لا يرى. ظنت كل واحدة منهما أن حزنها هو الأعظم. ريمي، لم أصدق أنني أراك أمام عيني. أنا مسرورة جدا لرؤيتك يا سالي. أتدري يا ريمي، إيميلي هذه عالمي الصغير، كنت أحدثها كل يوم وأبوح لها بأسراري كلها. أتحبين العزف دائما؟ نعم، كنت أعزف وأغني في الطرقات حين كنت صغيرة، لكن الغناء لم يكن عملا فحسب، بل كان مهربي من الحزن. يبدو أنك كنت محظوظة يا سالي، على الأقل كنت تعرفين من تكونين. أما أنا فقد قضيت عمري أبحث عن أمي، لا أعلم من أنا ولا إلى أين أنتمي. كنت تملكين بيتا ولو كان قاسيا، أما أنا فقد نمت في الشوارع تحت المطر. أنا جرح وآلام، أنا سالي سالي، أنا قصة إنسان، أنا جرح وآلام، أنا سالي سالي. أعيش في حنين لوقع المطر، لضوء القمر ورسم المصير. سالي 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 سالي، يا نور الأمل الطالع بدل أحزان العمر، كي نلمح نور الفجر، كي نحلم مثل الزهر. ننشد 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 سالي سالي سالي. محظوظة يا ريمي، كنت أعيش كالأميرة، ثم استيقظت لأجد نفسي خادمة مهانة في نفس المكان الذي كنت أكرم فيه. كنت أرى الوجوه نفسها، لكن نظراتها إلي تغيرت فجأة. كان ذلك أقسى من الجوع. على الأقل كنت حرة. أنا كنت سجينة بين جدران باردة أمنع من البكاء. كنت أتعلم الصبر لأن لا أحد يسمع أنين القلب. يا ترى يا أصدقائي، من كانت أكثر حزنا في نظركم، أنا أم ريمي؟ اكتبوا لنا في التعليقات مع من أنتم. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. نبض قلبي نبع الحنان، أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. من عطائك تخجلي أبدا لن تتململي، يا شمعة دربي، يا بلسم الزمان. نبض قلبي نبع الحنان. أتدري يا سالي، كنت أظن أنني أكثر الناس حزنا، طفلة تبحث عن أمها بين الغرباء، لكن يبدو أن كل واحدة منا كانت تحمل حزنها في طريق مختلف، لكن الألم واحد، فليس هناك من ألم أعظم من الآخر. كل قلب له وجعه الذي لا يقارن، وحزنه الذي لا يشبه سواه. ربما لو علم الناس ذلك لتوقفوا عن مقارنة أوجاعهم ببعض. هيا انزفي لنا يا ريمي. حاضر.
شكرا جزيلا. شكرا لك. الأزهار جميلة جدا. هيا بنا يا ريمي نشتري طعاما. رائحة الخبز جميلة، هيا نشتري. تفضلي يا سالي. في هذا العالم لا أحد يعرف حجم الألم الذي يسكن القلوب. كل ابتسامة تخفي وراءها حكاية، وكل نظرة هادئة تحمل صراعا لا يرى. يا ترى يا ريمي ماذا سيحدث لو التقينا بكوزيت؟ إن أردتم أن يحدث ذلك اكتبوا في التعليقات. أصدقائي الأعزاء، لا تنسوا متابعة قناة كرتونيتا، فهناك ستجدون كل القصص الجميلة والرسوم الحصرية التي تحبونها، ورابط القناة موجود في الوصف أسفل الفيديو.